السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نحضروا كيكه سهله وكتجي في المذاق لذيذه بزاف. ودابا المقادير: اول حاجه كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، زلافه ديال الدقيق، 3 بيضات، قشره الليمون محكوكه، سكر فاني والخميره كيماويه، وللتزيين 2 معالق كبار ديال كاكاو بودر. ودابا غادي ندوزو للتحضير ان شاء الله. اول حاجه 3 ديال البيضات، سكر سنيده، سكر فاني، ليمون، وغادي نخلط كل شيء بالخلاط اليدوي. غنضيف الزيت. من بعد ما خلطنا مزيان غادي نضيف الحليب، وغادي نضيف دابا الدقيق، غادي نغربلو وغادي نضيف عليه حتى الخميره كيماويه. من بعد ما جهز الخليط ديالنا غادي نعمل القليل منه في الزلافه، وغادي نضيف عليه ديك الكاكاو بودر. خديت اللاطه اللي غادي نطيب فيها وغادي ندهنها بالقليل ديال الزبده. دابا غادي نضيف عليه ديك الخليط ديال الكاكاو، غادي ناخذ هاد العويد وغادي نخلط به باش ديك الخليط ديال الكاكاو يكون في كل بلاصه. غادي ندخلها للفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وغادي نخليها تقريبا 35 دقيقه. غنزينها من الفوق بالقليل ديال السكر باودر. هاهي الكيكه ديالنا جاهزه، طريقه سهله، المذاق كتجي لذيذه بزاف. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايك للفيديو اذا عجبكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو فراسكم ونهاركم مبروك.
السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. عيد مبارك سعيد، الله يدخلو عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو كاطو كيجي غزال بزاف في المذاق. اول حاجه كنحتاجو 6 البيضات، 230 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الدقيق، 70 غرام ديال اللوز مطحون كيف ما كتشوفوا معايا، قبصه د ملح وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو البيضات، وغادي نضيف قبصه ملح، سكر سنيده، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو حتى يتذوب الخليط. وفي اناء اخر غادي نديرو دقيق، لوز مطحون وبودره الكاكاو، وغادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا مع بعضهم. وغادي نضيفهم على البيض وعلى السكر وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم. وما غاديش نخلطوهم بزاف، غير كتنسجم جميع المكونات مع بعضياتها صافي غادي نوقفوها. وغادي نخلط شويه باليد باش حتى الا كان باقي شويه ديال الكاكاو ولا الدقيق، مهم باش تنسجم جميع المكونات. وغادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيك. كما شفتوا عملت هنا الكاري ديال الزبده، وغادي نخوي الخليط. غادي ندخلو للفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وغادي نخليه تقريبا 35 دقيقه. وغادي ندوزو للكريمه. اول حاجه كنحتاجو 500 غرام ديال جبنه ماسكابون و250 غرام ديال كريم فريش، 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وجوج ساشيات ديال الفاني. وهنا عندي بعض الحبات ديال شوكوبون ديال الماركه كيندا، تقدروا تعوضوها باي شوكولات اخر ماشي بالضروري هذا. اول حاجه غادي نبزعهم بالموس بهذه الطريقه هذه، وغادي نقطعوهم الى قطع صغيره. من بعد ما قطعتهم الى قطع صغيره غادي نحيدهم على جنب. في اناء غادي نضيف 250 غرام ديال كريم فريش و500 غرام ديال جبنه ماسكابون، وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم حتى ترجع الكريمه شابره راسها. من بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال سكر سنيده وجوج ساشيات ديال سكر فاني، وغادي نزيدو نخلطوهم شويه غير على ما تتماسك الكريمه ديالنا. ودابا غادي ندوزو لخطوه اخرى. من بعد ما خلطت الكريمه بهذه المعلقه هذه، غادي نخوي دابا ديك الشوكولات اللي قطعته الى قطع صغيره، وغادي نخلط الكريمه مزيان. وغادي ندخل الكريمه للثلاجه، وغادي ندوز دابا للشوكولات. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا باقي ديك شوكوبونس، غادي نعمل نفس الطريقه اللي عملت في الاول، غادي نقطعهم الى قطع صغيره. كيف ما كتشوفوا خليت بعض الحبات باش نزينوا بهم في الاخر على داكشي ما قطعتهمش. ومن بعد ما جهز الكيك ديالنا وبرد شويه، غادي نحيدو من لاطا كيف ما كتشوفوا معايا قلبته، وغادي نقسمها الى نصفين، وغادي نحاول نهزها بشويه باش ما تقطعش. ودابا جات المرحله ديال الكريم كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعمر ندخل بالكريم. وغادي نعمل قطعه ثانيه فوق منها، وغادي نعمل لها حتى هي الكريم. واكيد غادي نعمل حتى في الجناب كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ندوزو ان شاء الله لخطوه اخرى. غادي نبدا ناخذ ديك القطع ديال الشوكولات
وغادي نديرهم في الجناب بهذه الطريقه هذه. والخطوه الاخيره ديالنا هي اننا غادي نقطعوا ديك الشوكوبونس اللي بقاو لي الى نصفين وغادي نزين بهم بهذه الطريقه هذه من الفوق. وها هو الكاطو ديالنا جاهز. طريقه ماشي صعيبه والمذاق لذيذ بزاف. اللوز مطحون اللي عملنا في الكيك كيعطيه مذاق رائع. وبالنسبه للكريمه ماشي حلوه بزاف، كيجي المذاق ديالها لذيذ، وان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. ومن بعد ما توجدوها من الاحسن خليوها في الثلاجه شويه، واحد 2 ولا 3 ساعات باش الكريمه كتكون شابره راسها اكثر. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وباش ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضروا واحد الكاطو واعر وسهل ولذيذ بزاف. اول حاجه كنحتاجوا 3 ديال الموزات، معلقه كبيره ديال القهوه فوريه، تقدروا تاخذوا ساشي ديال نسكافيه، 10 غرام ديال الخميره كيماويه، 240 غرام ديال الدقيق، 2 بيضات، 3 معالق كبار ديال سكر سنيده و300 مليلتر ديال الحليب. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نقطعوا الموز الى قطع صغيره. ودابا غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال القهوه فوريه، 2 بيضات، وغادي نخلطهم بالخلاط حتى يرجعوا سائل. من بعد ما طحنت المكونات مع بعضياتهم غادي نضيف عليهم 300 مليلتر ديال الحليب، بعد ما خلطت الخليط مزيان بهذه الطريقه هذه غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه. طبعا غادي نغربلو قبل باش ما يبقاش فيه الكويرات، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي وغادي نستمر بنفس الطريقه. غادي نضيف دابا السكر، وغادي نكمل دابا الدقيق بشويه بشويه، وغادي نضيف عليه حتى الخميره الكيماويه. كيف ما كتلاحظوا معايا هو الخليط ديالنا جاهز. وغادي ناخذ مقله يابسه ما غادي ندير فيها لا زيت لا والو، وغادي ناخذ معلقه اللي غادي نهز بها الخليط وغادي نخويها بهذه الطريقه هذه، وغادي نغطيها حتى تبدا تعمل ديك التقيبات. عاد نقلب على جهه اخرى. وغادي نستمروا بنفس الطريقه.
ودابا غادي ندوزو للخطوه الثانيه. اول حاجه 250 غرام ديال ماسكابون، يمكن لكم تعوضوها بالجبنه الطريه، 200 غرام ديال كريمه مخفوقه، 3 معالق كبار ديال السكر باودر، وواحد ساشي ديال سكر فاني. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير كريمه مخفوقه، ماسكابون، ودابا غادي ندير سكر باودر. اهم حاجه نغربلوه باش الكريمه ما تجيش فيها كويرات. وغادي نضيف ساشي ديال سكر فاني وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو. كيف ما كتشوفوا هي الكريمه ديالنا جاهزه. ودابا غادي ندوزو للخطوه الاخيره. غادي نوجدو الكاطو ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجيو بحال الشكل ديال الكريب. ودابا غادي ناخذ وحده وغادي نعمل فوق منها ديك الكريمه اللي صايبناها. وغادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نعمل وحده فوق وحده، واكيد من داخل غادي تكون بالكريمه. وغادي نعمل الكريمه حتى من الجناب. لكم تزينوها من الفوق باش ما بغيتو بالفريز ولا بالشوكولات. انا غادي ناخذ رافاييلو ديال الكوكو. اول حاجه غادي ناخذ معلقه صغيره وغادي ندير النقيطات في البلاصه اللي بغيت نحط ديك رافاييلو باش تبقى ثابته. طبعا تقدروا تعملوها بجيب حلواني كيف ما كتشوفوا. انا عملت غير هيدا بمعلقه. وغادي نبدا نحط ديك رافاييلو بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي نديرها في الثلاجه باش ديك الكريمه تشوف براسها مزيان. ها هو الكاطو ديالنا جاهز. طريقه سهله وكيجي لذيذ بزاف. فيها المذاق ديال الموز رائع، وحتى الناس اللي ما كيبغيوش القهوه ما كيجيش المذاق ديال القهوه باين بزاف. شوفوا معايا من الداخل كيفاش عامله. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايك الفيديو اذا عجبكم وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كيكه سهله ولذيذه بزاف. اول حاجه كنحتاجوا 350 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال السكر، 200 ملل ديال الحليب، 100 ملل ديال الزيت، قبصه د ملح، 4 بيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو غادي نحتاجوهم من بعد، سكر فاني والخميره كيماويه. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير البيضات في اناء،
قبصة ملح، سكر سنيدة وسكر فاني، وغادي نخلطو كل شيء بالخلاط اليدوي. غنضيف الحليب، غادي نضيف الدقيق والخميره كيماويه. كيف ما كتشوفوها هو الخليط ديالنا جاهز. دابا غادي ندوزو لخطوه اخرى. غادي ناخد اناء اخر وغادي نضيف فيه قليل ديال الخليط، وغادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو وغادي نخلطهم. حيتاش كنضيفو البودره الكاكاو على الخليط كيرجع ثقيل، على داكشي غادي نضيفو عليهم شويه ديال الحليب، تقريبا 2 معلقات. غادي ندهن شويه ديال الزبده في اللاطه اللي غادي نطيب فيها الكيكه، وغادي ندوزو للخطوه الاخيره. غنخوي الخليط الابيض كامل، وغادي ندوز للخليط الاسود. غادي ناخذ معلقه وغادي نبدا ندير نقيطات بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ديروا هذه القضيه بجيب حلواني ولا بمعلقه اللي بغيتو، كيبقى كل واحد وفيش كيرتاح. غادي ناخذ هاد العويد هذا ديال الشوا وغادي نستخدمه بهذه الطريقه. دابا غادي ندخلها للفرن على 170 درجه وغادي نخليها ما بين 35 دقيقه و 40 دقيقه. هاهي الكيكه ديالنا جاهزه، طريقه سهله والمذاق لذيذ بزاف. تقدروا تزينوها من الفوق بالقليل ديال سكر بودر، كيبقى اختياري. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايكنا الفيديو اذا عجبكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك.
السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم غادي نحضروا تورته. اول حاجه كنحتاجوا 45 غرام ديال الدقيق، 15 غرام ديال كاكاو بودر و 15 غرام ديال البندق مطحون. اول حاجه غادي نضيفوا الكاكاو وديك بودره ديال البندق كذلك، وغادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي ندوزو لخطوه اخرى. 55 غرام ديال الشوكولات، 35 غرام ديال الكريمه مخفوقه، و50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. اول حاجه كنقطع الشوكولات الى قطع صغيره، وفي اناء غادي ندير قطعه ديال الشوكولات، وغادي نضيف ديك قطعه ديال الزبده وديك 35 مليلتر ديال الكريمه المخفوقه، وغادي ناخذ واحد اناء اخر كبر منه فيه الماء سخونين، غادي نحط فيه داك الاناء الاخر وغادي نستنى شويه باش يذوبوا. دابا غادي نبدا نخلط بشويه بشويه حتى يذوب ديك قطع ديال الشوكولات كاملين. دابا غادي نضيف بيضه واحده، وغنضيف سكر فاني، قرصه ملح، غنضيف 3 ديال اصفار البيض، وغادي نضيف دابا ديك الخليط ديال الدقيق، وغادي نضيف 15 مليلتر ديال الحليب دافي، وغنستمر بالتخليط. غنحيدها على جنب، وملاحظه ما خصنيش نديرها في الثلاجه. دابا غادي ناخذ اناء اخر غادي نعمل فيه 3 ديال ابيض البيض مع التخليط. غادي ناخذ 65 غرام ديال السكر، وغادي نبدا نخويه بشويه بشويه. من بعد ما جهز ابيض البيض غادي نزيد نخلطهم واحد 2 حتى 3 دقائق بشويه. غنبدا نضيف دابا ديك ابيض البيض بشويه بشويه وغادي نخلط. من بعد ما جهز الخليط ديالنا غادي نخويه في لاطه اللي غادي نطيب فيها، وغادي ندخلها للفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت لمده 25 دقيقه. في هذه الاثناء غادي نحضر الكريمه ديال الزبده. كنحتاج اول حاجه 3 ديال ابيض البيض، 142 غرام ديال السكر، ساشي فاني، وقبصه ديال الملح. غادي نخلط شويه بالخلط اليدوي، وغادي ناخذ اناء فيه الماء سخونين، وغادي نحط فيه هذا الاناء اللي فيه البيض، وغادي نستمر في التخليط. من بعد ما رجع الشكل ديالو هيدا غادي نخلطو بالخلاط حتى يرجع شابر راسو. من بعد ما جهز غادي نضيف عليه 220 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وفي نفس الوقت كنخلط. وغادي نضيف لها 12 غرام ديال الكاكاو بودر، وغادي نخلط. من بعد ما خلطت مزيان بالخلاط الكهربائي دابا غادي نبقى ما بين 8 و 10 دقائق بهذه الطريقه هذه. كل ما خلطتها كل ما زادت ارتبط. دابا غادي ناخذ ديك الكيكه وغادي نقطعها، يعني غادي نقسمها.
غناخد دابا جيب حلواني وغادي ندير فيه الكريمه. ودابا غادي نعمرها بكريمه. وغنستمر بنفس الطريقه. غادي نزينها بشويه ديال الشوكولاط من الفوق وكذلك في الجناب. وغادي نعملها في الثلاجه حتى ديك الكريمه تشبر. هيا التورته ديالنا جاهزه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايك للفيديو اذا عجبكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نصايبوا انا وبنتي واحد الكاطو ساهل كتصايبيه في المقله، ساهل ماهل، وكان درجه كبيره في اليوتيوب. بقاو معنا باش نقول لكم المقادير. اول حاجه عندنا هنايا طحين، ملح، سكر 150 غرام ديال الطحين، سكر 80 غرام ديال السكر، حليب، 130 مليلتر ديال الحليب، بيضة، بنان، شحال بنان، جوج، زيت، هنايا 40 مليلتر ديال زيت الزيتون، سكر، يا جوج مغارف ديال سكر سنيده، سكر فاني، نيشان، و معلقه ديال الخل. برافو. وساشي ديال الخميره. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ مقله وغادي نعملو فيها شويه ديال زيت، كنخوي شويه صافي. ندهنو مقله وغادي نخويو ديك 2 معالق ديال السكر. هنايا عندو دابا جوج بنانات غنقطعوهم.
عندي كامل د حليب زيت الزيتون عندي هنايا 40 مليلتر ندخل كلشي. ودابا عندي سال خل كامل ودابا غنعملو طحين والخميره. ودابا غنغبلوهم غنغربلوهم باش ما يكونش فيهم ديك الكويرات. دابا غنخلطو من بعد ما وجدنا الخليط شعلنا النار على نار هادئه وغادي نخويو ديك الخليط فوق الموز. ودابا غنعملو شويش سكر بودر فوق منه. تقدروا تعملوا حتى القرفه على حسب الذوق ديالكم. ودابا غنقيس. بسم الله. جديدة. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايك للفيديو اذا عجبكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نحضروا كيكه ديال الجبن كتجي رائعه في المذاق والطريقه سهله. اول حاجه غادي نحضروا البسكويت اللي كيجي من التحت. عندي هنا 200 غرام ديال الزبده، 70 غرام ديال السكر، بيضه واحده، 300 غرام ديال الدقيق وساشي ديال الخميره كيماويه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ اناء غادي نخوي فيه ديك الزبده، غنضيفو السكر وغادي نخلطهم باليد حتى ترجع ديك الزبده بحال الكريمه. يمكن لكم تخلطوها بالخلاط الكهربائي كيبقى اختياري. من بعد ما نسجم ديك السكر مع الزبده غادي نضيف عليهم بيضه وغادي نستمر بالتخليط. دابا غادي نضيف الخميره الكيماويه على الدقيق وغادي نضيفهم على الخليط. غادي نعجن الخليط باليد حتى ترجع عجينه متماسكه. من بعد ما عجنت العجينه ديالنا غادي نغطيها وغادي نخليها على ما نجهز اللاطه اللي غادي نطيب فيها. كيف ما كتشوفوا خديت اللاطه بهذا الحجم هذا، غادي ندهنها
في الجناب بالزبده باش ما تلصقش. دابا غادي ناخذ تقريبا نصف ديال العجينه او اكثر وغادي نعملو في اللاطه، يعني في القاع ديال اللاطه بهذه الطريقه هذه. غادي نطلقها باليد بهذه الطريقه هذه، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش في نفس الوقت رقيقه. من بعد ما ساليت القاع، دابا غادي ندوز للجناب. غادي ناخذ قطعه ديال العجين وغادي نطلقها بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نعمل الجناب كذلك بالتساوي. دابا غادي نحاول نقدد ديك الجناب بهذه الطريقه هذه، وغادي ناخذ شوكه وغادي نعمل تقيبات وغادي ندخلها للثلاجه على ما نجهز الكريمه ديالنا ديال الجبنه. ندوزو دابا للمقادير. اول حاجه عندي هنايا 200 غرام ديال الكريمه مخفوقه، 125 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال السكر سنيده، 500 غرام ديال الكوارك، ما عرفتش شنو كيقولوا له بالعربيه، المهم حتى هو من منتجات ديال الالبان، 200 غرام ديال الكريمه الحامضه، 5 ديال البيضات، 40 غرام ديال نشا الطعام، وساشي ديال سكر فاني. اول حاجه غادي نعمل الكريمه مخفوقه، غادي نجهزها وغادي نعملها في الثلاجه، وغادي ندوز لخطوه اخرى. اول حاجه غادي نضيف الزبده كيف ما كتشوفوا ذوبتها شويه باش ما تبقاش قاصحه، وغادي نضيف عليها السكر. غادي نخلطوا مع بعضياتهم مزيان حتى ترجع ديك الزبده بحال الكريمه. غنستمر في التخليط وغادي نضيف البيض، سكر فاني. دابا غادي نضيف كواك، غنستمر في التخليط وغادي نضيف الكريمه الحامضه، ودابا غادي نضيف نشا الطعام. من بعد ما جهزت الكريمه ديالنا ديال الجبن، دابا غادي نجبد ديك كريمه مخفوقه من الثلاجه وغادي نخلطها معها بهذه الطريقه هذه. من بعد ما جبت اللاطه من الثلاجه، دابا غادي نخوي فيها ديك الكريمه ديال الجبن. دابا غادي نعاوطها شويه من الفوق وغادي ندخلها للفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت لمده ساعه مكانه. من بعد ما دازت نصف ساعه وهي في الفرن، غادي نفتح عليها وغادي ندوز عليها الموس من الجناب بهذه الطريقه هذه، لان الا ما عملتيها الطريقه غادي تفيض والشكل ديالها ما يبقاش مزيون. من بعد ما دازت ساعه المكانه غادي نفتح عليها وغادي ندخل فيها الموس باش نشوفها واش طايبه مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا طايبه مزيان، الموس يابس. دابا غادي نخليها تبرد على الاقل 21 دقيقه، عاد نزولها من اللاطه، ومن موراها غادي نعملها في الثلاجه. هي من الاحسن تسمك البارده باش كيكون داك الجبنه
كتكون شابره راسها، ولكن انا غنوريها لكم بجوج حيت كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي كيعجبو ياكلها سخونه. كيف ما كتشوفوا معايا ديك الجبنه كيجي رطب، يعني كل ما خليتوها في الثلاجه كل ما كان شابر راسو اكثر. وبالنسبه للمذاق كتجي رائعه بزاف صراحه، كتجي لذيذه احسن من اللي مشريه كاع بالنسبه لي انا نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لايك الفيديو اذا عجبكم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. اهلا وسهلا بكم في القناه ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ما غادي نحضروا كيكه كتجي رائعه في المذاق، الكيكه ديال الاناناس. طريقه جد سهله. ندوزو دابا للمقادير. 350 غرام ديال الدقيق، تقريبا زلافه عامره مزيان ونصف كما كتشوفوا عندي هنايا. 220 غرام سكر سنيده، 120 غرام كريمه مخفوقه يمكن لكم تعوضوها بالياغورت الطبيعي، 60 غرام ديال الكوكو، 4 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير الاناناس. انا راه خديت اناناس معلب، يعني هاد العصير نيت اللي كان مع الاناناس. خميره كيماويه، 6 ديال دوائر ديال الاناناس باش غادي يكونوا في الوجه ديال الكيكه، وجوج ديال دوائر الاناناس باش غادي نقطعوهم ونعملوهم في وسط الخليط. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه غادي نعمل البيض مع السكر. غادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت، وغادي نضيف كريمه مخفوقه يمكن لكم تعوضوها كما قلت لكم بالياغورت الطبيعي، وغادي نضيف ديك العصير ديال الاناناس. حيت الخليط على جنب، وغادي ناخذ ديك جوج دوائر ديال الاناناس غادي نقطعهم الى قطع باش نضيفهم على الخليط. غادي نضيف ديك قطع ديال الاناناس في الخليط، وغادي نضيف عليهم ديك 60 غرام ديال الكوكو. المذاق ديال الكوكو كيجي رائع في الكيكه، كما كتعرفوا الاناناس والكوكو واحد الكومبيناسيون مزيونه بزاف، يعني كيجي المذاق مع بعضياته. جربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا غادي نستمر بالتخليط، ودابا غادي نضيف الدقيق والخميره كيماويه. وغادي نخلط الخليط كامل حتى يرجع متماسك. وهو الشكل النهائي ديال الخليط ديالنا. دابا غادي ندوز للاطه اللي غادي نطيب فيها، غادي ندهنها بالقليل ديال الزبده، دابا غادي ناخذ ديك دوائر ديال الاناناس وغادي نستفهم بهذه الطريقه هذه.
ما بقى لي غير انني نخوي الخليط فوق ديك الاناناس اي في اللاطه، وغادي ندخلها الفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت لمده 55 دقيقه. دابا غادي نقلب الكيكه ديالنا على وجهها وغادي نخليها تبرد شويه عاد باش غادي نزينها بالسكر باودر. بحكم ان الجو اليوم مزيون بزاف خرجنا ناكلوا الكيكه على برا. كيف ما كتشوفوا في المنظر كتجي واعره والمذاق ديالها بلا ما نقولكم لذيذ بزاف لعشاق الاناناس. والله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله يصلكم كل جديد. لايك للفيديو اذا عجبكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، مرحبا بكم بالقناه ديالي. اليوم غادي نحضروا تورته بمناسبه عيد الميلاد. العبر اللي عندي انا عبر صغير، كيف ما كتشوفوا عندي لاطه صغيره ما بين 18 و 20 سنتيم. وندوزو للمقادير: 3 البيضات، 130 غرام ديال السكر، 135 غرام ديال الدقيق. انا نقصت منه 30 غرام وعوضتها بالبندق مطحون كيف ما كتشوفوا معايا، ساشي ديال سكر فاني، ومعلقه ونص ديال خميره كيماويه. ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرو البيض. بالنسبه لهاد الطريقه هذه بلا ما نفرقوا الاصفر على ابيض البيض، المهم خصنا نخلطوهم مزيان تقريبا 6 دقائق وحنا كنخلطوهم. دابا غادي نضيف على البيض سكر سنيده وسكر فاني، ودابا غادي نخلطوهم مزيان كيف ما قلت لكم 6 دقائق. من بعد ما خلطنا الخليط مزيان دابا غادي ندوزو المكونات الجافه. غادي ناخذ دقيق، غادي نضيف عليه ديك البندق مطحون وكذلك الخميره كيماويه. غادي نخلطهم مزيان وغادي نضيفهم على ديك الخليط. وفي هذه الاثناء انا شعلت الفران على 170 درجه من الفوق ومن التحت باش يسخن. دابا غادي نخلط غير باليد بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نقلب من التحت للفوق باش ما يبقى لي شي دقيق فيها، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نشوف بان الخليط انسجم كامل مع بعضياته. غندخلوها للفرن لمده 30 دقيقه. عاد نفتحوا عليها الفرن باش نشوفوها واش طيبه ولا لا، يعني ما نفتحوش الفران عليها قبل ما تدوز 30 دقيقه لان ديك الساعه كتفش وما كتبقاش منفوخه. من بعد ما جهزت الكيكه ديالنا دابا غادي نعمل واحده اخرى بنفس الطريقه، غير في عود ديك البندق غادي نعمل الكاكاو.
وفي نفس المول غادي نعمل فيه ديك الخليط وغادي نعملو كذلك في الفرن لمدة 30 دقيقة. شوفوا معايا الكيكه الاولانيه كيفاش جات، ودابا في انتظار الثانيه انها تطيب. في هذه الاثناء غادي نحضروا الكريمه ديالنا. اول حاجه كنحتاج 400 غرام ديال جبنه ماسكابون و600 غرام ديال الكريمه مخفوقه كيف ما كتشوفوا عندي هنايا، كل وحده فيها 200 غرام، و80 غرام ديال سكر سنيده وسكر فاني. اول حاجه غادي نعمل سكر فاني مع سكر سنيده، ومن بعد غادي نخلط ديك جبنه ماسكابون. ملاحظه الا ما عندكم شي جبنه ماسكابون يمكن لكم تعوضوها بالجبنه الطريه. غادي نضيف عليها القليل ديال الكريمه مخفوقه وغادي نخلط حتى يتخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف ديك كريمه مخفوقه كامله وغادي نستمر بالتخليط. دابا غادي نضيف ديك الخليط ديال السكر وسكر فاني وغادي نبقى نخلط مزيان حتى ديك الكريمه مخفوقه تكون شابره راسها مزيان. دابا غادي نعملها في الثلاجه وغادي ندوز لخطوه اخرى. بحكم انني غادي نغطي الطورطه بفوندون خصني ضروري نعمل كريمه ديال الزبده باش ندهنها من فوقي باش ديك الفوندون يشوف براسو اي ديك العجينه ديال السكر. اول حاجه عندي هنايا 140 غرام ديال الزبده، ساشي ديال سكر فاني، غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى ترجع ديك الزبده بحال الكريمه، ومن بعد غادي نضيف عليها 80 غرام ديال السكر باودر وغنستمر بالتخليط. اخر حاجه غادي نضيف عليهم 2 معالق صغار ديال الماء دافين وغادي نستمر بالتخليط. غنحيدها على جنب. كيف ما كتشوفوا قطعت الجينواز بهذه الطريقه هذه، ودابا غادي نعمرها بديك كريمه ديال الماسكابون وكريمه مخفوقه. غادي نعملهم طبقات يعني. من بعد ما عمرتها من داخل بجبنه الماسكابون، دابا ما بقى لي غير انني ندهن من الفوق ومن الجناب ديك الكريمه ديال الزبده. دابا ما بقى لي غير انني ناخذ ديك العجينه ديال السكر وغادي نطلقها. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا اللون احمر على حساب هذا الكاطو اللي غادي نعمل ديال واحد السلسله سميتها ستار تريك، كيعملوا ديك مهم ديال الفضاء. ايوا غادي نطلقها ما بين 2 و3 سنتيم، ومن بعد غادي نعملها على الكاطو بهذا الشكل هذا وغادي نحاول نسبكها. صراحه انا اول مره كنعمل شي كاطو بالعجينه ديال السكر، نتمنى ان شاء الله يصدق. ومن بعد غادي نقطع ديك الزياده كيف ما كتشوفوا معايا. الشكل ديال الكاطو اللي كنعمل غادي يجي بحال القميص، يعني بحال واحد القميجه. ودابا غادي نعمل الجهه الفوقانيه ديال القميجه، يعني الكول، والجهه ديال الصدر يعني في الاسود، حتى هي غادي نطلقها بنفس الطريقه. غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه باش يجي على الشكل اللي بغيت. دابا غادي ندوز من الكويو، غادي نطلقو بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نعوجو شويه وغادي نبقى نضغط عليه بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نعمل نفس الشيء مع اللون الاحمر وغادي نعملو من الفوق بهذا الشكل هذا. طيب بقى لي غير انني ننزلو وغادي نحاول نعوطو شويه، ومن بعد غادي نلصق فيه 3 ديال الازرار في اللون الاصفر. اخر حاجه خصني نجهزها هي اللوغو
ديال ديك القميص. غادي نعمل واحد الدائره في اللون الاصفر ومن موراها واحد الصاروخ في اللون الابيض. كيف ما كتشوفوا معايا هيدا جهزتها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. مهم بالنسبه لاول مره، راه انجاز كبير هذا. وبقى لي غير انني نكتب عيد ميلاد سعيد. غادي ناخذ ديك العجينه كحله ديال السكر، غادي نطلقها وغادي نعمل بالحروف كيف ما كتشوفوا معايا.